السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد من حكاوي من أمريكا. والنهاردة مع مين؟ مع قنبلة الريتيل السريع 5 بيلو. 5 بيلو يعني اللي بيحبوا كل الشباب والمراهقين والتين ايجر، وعاملين حتى ضجة عليه في أمريكا مش بس بره أمريكا. يلا بينا نتفرج على 5 بيلو ونعرف بالظبط هو. ورجعنا لكم تاني يا جماعة، ونبتدي مع أول سيكشن 5 بيلو. بصوا محلات بقى، نديكم نبذة بسرعة كده عن 5 بيلو. 5 بيلو خلينا نقول ثواني نظبط الزوم. 5 بيلو أول محل ليه اتفتح في بنسلفانيا سنة كام بقى؟ سنة 2002. تمام. من 2002 لغاية 2025 فتح كام فرع؟ عدد الفروع وصلت لأغسطس 2025 1779 فرع، نقول 1780 فرع. الكونسبت بتاعه كله بيعتمد على انه بيقدم حاجات كتير واقسام متعددة من $5 وانت نازل. هو مؤخرا الحقيقة ابتدينا نشوف حاجات ب7، في محلات بقت تعمل 7 وتعمل 6، لكن هو الكونسبت بتاعه زي دول مثلا عاملين $6. الحاجات دي ب$6، السكشن ده كله ب$6. خلاص. مهم بالنسبة له جدا الكواليتي، فعنده كواليتي حاجات حلوة مش وحشة ابدا، فانت بتشتري وانت مطمئن. وعنده حاجات كمان في سكشنز كتير، خاصة الحاجات بتاعت الموبايلات، الجرابات بتاعت الموبايلات الجديدة، الحاجات اللي زي كده دي بتبقى غالية في محلات كتير وما بتبقاش متوفرة، هو بيوفرها. انا حاسس ان هو فاتح لاين مع الصين. الحاجات دي كلها ايات 5. هو زي ما قلت لكم المين كونسبت بتاعه هو بيعتمد على $5. 5 بيلو، وبقى يعني المفروض ان هو $5 وانت نازل. دلوقتي بقى $5 وانت طالع، طبعا بعد غلو الاسعار في امريكا وبعد البانديميك والقصه ديت اللي هي كوفيد والحاجات اللي زي كده، فابتدى تقل. نكمل. فبقول لكم انا حاسس ان هو فاتح يعني لاين مع الصين. محلات هناك، مصانع، وبيجيب منهم بالكواليتي اللي هو عايزها، وبيجيب الحاجات على طول الجديدة. يعني الحاجات زي ما انتوا شايفين هتلاقوا 99% منها صيني. وبعدين عنده حاجات كتير، يعني بصوا دوت يا جماعة $7. دي بطانية تقريبا which is very good يعني الحقيقة. الحاجات الإلكترونية عنده كويسة جدا ومتميزة، اهي السماعات ديت $8. الشباب الصغير بقى مهووس بالفايف بيلو، مش عارف ليه الحقيقة. بصوا السماعة ديت معمولة على عامل زي الايربود اهي. يعني حاجات زي كده انا اعتقد ان هو بيتميز بيها لنفسه ومش موجودة في محلات تانية، فهو تقريبا بيجيبها وبيستوردها لنفسه من الصين وبالكواليتي اللي هو عايزها. يعني السكشن ده كله سماعات كويسة جدا، مش بطالة ابدا، $5. السماعات بتاعت الودان كمان كلها حلوة جدا. يعني انا جبت من عنده مرة سماعة كانت بتأدي الغرض كويسة جدا. $6-7 دوت. الحاجات اللي هنا ديت $8. عاملين دفاية $20. دي قنبلة، دي أول مرة أشوفها بقى $20. عاملين ليهم كونسبت يا جماعة إن هم طبعا المفروض طبعا الكراتين والحاجات دي تتشال من هنا. بيغيروا اللاي اوت بتاع المحل كل مدة بحيث ان الناس ما تملش منه، تبقى لان هو المحلات بتاعتهم صغيرة مش كبيرة، فبيغيروا الشكل بتاعها، يغيروا السكاشن والحاجات علشان الناس ما تملش ويحسوا ان في تجديد. شوفوا الذكاء بقى في الريتيل. طبعا لازم وانت داخل البنت بتبقى واقفة على الباب، بتساعدك في الكاشير. طبعا مفيش كاشير ولكن في سيلف تشيك اوت، انت اللي بتعمل تشيك اوت يعني. لازم تسلم عليك، لازم حد يحييك وانت داخل، ما ينفعش ما يحييكش يعني. ده سكشن بتاع العربيات والموبايل هولدرز اهوت، التشارجرز. ديت الباند، الواتش باند اللي هي بتاعت الساعات الديجيتال. السلوك بتاعت الشواحن بقى يعني زي ما انتوا عايزين، يعني بتاعت الايفون والكيسز. يعني لو احنا دورنا هنا دوت متهيألي بتاع الايفون الجديد. بصوا استنى،
يعني انا اعتقد ان دوت بس مش مكتوب عليه. ايفون اير اهو، هو الايفون اير الجديد. فانا بقول لكم هو بيتميز جامد جدا بالقصه ديت. يعني التليفون ينزل الكيسز بتاعته، او ايفون 17 الكيسز بتاعته تيجي على طول على 5 بلو تلاقيها، وتلاقي كيسات شكلها حلو كمان يعني تعجبك، مش حاجات بايخه او كده، لا. الميك اب بقى لبس، شويه لبس كده يعني لطيف، مش لبس بالمعنى المفهوم بقى، بس يعني ايه شغال يعني مثلا دول السليبرز والحاجات اللي زي دي انا بشوفها لطيفه جدا. الحاجات بتاعت البيجامات ديت انا شايفها كويسه، وب$5 يا جماعه على فكره يعني. يعني البتاع دوت يعني بصراحه على تقله ده حلو يعني، عامل زي البطانيه اهو، يتنام بيه كويس قوي. البتوع دول شغالين كويس برضو في امريكا. فيعني انتوا ديفينتلي هتخشوا 5 بلو، لازم هتشتروا حاجه من هنا، مفيش حاجه اللي انتوا ايه هتطلعوا من غير ما تشتروا. يعني البنطلونات ديت كويسه قوي بصراحه، بس انا ما اعرفش دي رجالي ولا حريمي. القسم بتاع الميك اب عنده السكشن بتاع الميك اب محترم. هو زي ما انتوا عارفين يعني، زي ما انا برضو شرحت ان هو لسه جديد ودايناميك بقى، يعني هو سريع، بيطوروا بسرعة، بيشوفوا ايه اللي بيتباع ويكتروا منه، ايه اللي ما بيتباعش يقللوا. اللاي اوت الكويس يعني، عملوا لاي اوت دوت مثلا لقوه حلو باع في شهر من الشهور، يعمموه على كذا ولاية. نسيت اقول لكم ان هم الفروع بتاعتهم 1779 فرع في 45 ولاية امريكية. شوفوا يا جماعة ابتدوا من ايه ووصلوا لايه، وكل الفروع زي ما قلت لكم هم مفيش ولا فرانشايز، تخيلوا الفروع كلها بتاعتهم هم. وبيستهدفوا بقى الطبقة بتاعت المراهقين، يعني من الأطفال للمراهقين، يعني الكبار اللي زي حالتنا دول ما يلزموهمش في حاجة يعني، لأن ممكن بيقعدوا مش عايزين الناس اللي تقعد تعمل شوبينج وتدور وتشوف كأنه. هو عايز زي ما انتوا شايفين كده أنوار وإضاءة وشغل، والمحل سيمبل. أنا عايز أفرجكم على السقف بتاعه أهو، ولا أي حاجة خالص، عامل زي الهانجر أهو، ومعلقين شوية الحاجات. محل صغير مش كبير، وسكاشن بقى يعني. حتى انا معرفش، بستغرب انهم عاملين سيكشن للسويتس والحاجات اللي زي كده. وعملوا نفسهم براندنج بحيث ان الاطفال الصغيرين اللي هم بتوع يعني اطفال المدارس لغايه بدايه من ابتدائي لغايه ثانوي يشتروا حاجات، وكل اسبوع مثلا كده يجوا ويقولوا انا جبت ده من 5 بلو. خاصة الأطفال الصغيرين كمان، يعني هم بيستهدفوا الأطفال الصغيرين أكتر. السكشن بتاع اللعب بتاعهم متميز. دي حاجات ب$2 و$3 اهيت، والله حلوة يعني. أول مرة ألاقي حاجة اهوت ب$2 عنده. دول ب7 اللي فوق. أسعارها معقولة بصراحة بالنسبة لأمريكا، أسعارها معقولة جدا. حاجات للرياضة. ماشي، انا كنت حابب افرجكم على الكونسبت بتاع 5 بلو. الحته ديت احنا ما بصيناش عليها، كانوا فيها ناس قاعدين بيضحكوا ويعملوا ديت. احنا صورنا كده كل حاجه. ديت حاجات بتاعت البيت اهي، ومرايات وكده وديكور وشموع. طيب يا جماعه، ما تنسوش السبسكرايب واللايك للقناه وتصلوا على رسول الله. وكان معاكم محمد من حكاوي في امريكا، ومع حلقات اكتر وحاجات جديدة. ما تنسوش السبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.